أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. نلتقيكم بأوفسايد. هذه الحلقة سنسلط الضوء على أهم المكاسب التي حصل عليها العراق من بطولة آسيا الحالية. إذن من مكاسب هذه البطولة هو الانتصار التاريخي على المنتخب الياباني وقطع سلسلة اللا هزيمة اللي كان يتمتع بها الساموراي في دور المجموعات من بطولة آسيا. هم لم يخسروا منذ سنة 1988 وخاضوا 25 مباراة. المكسب الثاني حصلنا على مدرب ذو كفاءة عالية يعرف عقلية اللاعب العراقي جيدا ويوظفه بصورة صحيحة ويتعامل مع الإعلام بصورة لطيفة. المكسب الثالث احنا حصلنا على روحية عظيمة بين اللاعبين وخاصة ما شاهدناه بين مهاجمين. المكسب الرابع راح تكون هذه البطولة هي انطلاقة حقيقية لمنتخب شرس ينافس كبار آسيا. المكسب الخامس ويعد هذا أهم مكاسب هي المدرجات. حصلنا على قادة شباب جدد يقودون المدرجات بصورة صحيحة، هم رؤساء الروابط اللي شاهدناهم حاليا في قطر. مشكورين رؤساء روابط الزوراء، القوة الجوية، الشرطة، الطلبة، نفط نيسان، الميناء والنجف وباقي الروابط. أخيرا اذكرونا إذا أكو بعد مكاسب حصلناها من هذه البطولة. كان معكم طلال حسن.